تعال أقول لك عن ملك مسيحي حمى المسلمين الأوائل من أذى قريش. النجاشي ملك الحبشة وكان حاكم وعادل. لما بدأ الإسلام في مكة واجه المسلمون الأوائل اضطهاد شديد من قريش. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصحهم بالهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملك عادل ولا يظلم عنده أحدا. فعلا مجموعة من المسلمين سافرت الحبشة وطلبوا من النجاشي اللجوء، ولما عرف كفار قريش بعتوا هدايا كتير قوي للنجاشي علشان يقنعوه يرجع المسلمين تاني لمكة، بس النجاشي رفض ياخد الهدايا وقال خلوني أسمع من المسلمين الأول. جاب المسلمين اللي عنده وسألهم عن دينهم. جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه تكلم قدام النجاشي وحكى له عن الإسلام وكيف جاء بالعدل والرحمة. النجاشي سمع لكلامه وتأثر، خصوصا لما سمع الآيات من سورة مريم اللي بتتكلم عن السيدة مريم والمسيح عيسى عليهما السلام. وقال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. رفض النجاشي يرجع المسلمين